السلام عليكم، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا مزيانين وعلى خير وبخير. اجي واختي نوجدوا واحد البلا ولا واحد مولاي الطبسيل ديال السفه، واحد لاغوسيط تتحمق ان شاء الله ذكرى المولد النبوي الشريف قريبه، ونديروها لوليداتنا ولا نجمعوا مع صحاباتنا ولا بلا كاع. حنا عارفين كلشي كيحمق على السفه. انا بعدا من الناس عشاق السفه. شكون اللي بحالي خلي لي كومونتير. انا اللي كيسولني في المغرب شنو بغيتي نصاوب لك انا ديت، نقول له صاوب لي السفه صافي، غير السفه غير السفه، بغيت غير السفه. المهم اجيو تفرجوا في لا فيديو من الاول حتى الاخر. طريقه السفه ما تعجنش من طبيعه الحال، ولكن واحد البلا تيحمق بحالكم. اول حاجه غادي ناخذ هاد السفه الرقيقه ديال كيسميوها السفه الشعره ديال داري. هذا البنات لومبالاج جديد فيه كيلو. بغيتو ديروا العاديه ديروا العاديه، بغيتو ديروا هذه ديروا هذه. هذه ركزوا معايا وما غتعجل لكم ما والو. هذا رقيق كتجي فنه وتبارك الله، كيلو تيعطي خير الله. كتجي غزاله هكا. كيفاش كتجي البنات؟ راه متوفره دابا، كتلقاوها في موجوده زعما في المغرب كامل موجوده، وحتى في ميريكان كاينه ديال نص كيلو وكاينه ديال كيلو. صافي كناخذ داك الكيلو. نعطيكم انا العبار ديال الكيلو لحقاش حنا درنا واحد طبق للضيافه. كيلو ديال السفه، كاس قل ربع ديال العنبه ديال الزيت. كنديروا ديك زويته وكنلبسوا ديك الشعريه كامله بديك الزيت، ولكن صبيعاتكم غير بشويه باش ما تقردوش الشعريه وتجيكم مفرسته، باش كتبقى على طولها. وفاش كتفور كتجي زوينه. شوفوا راه غير بشويه حاولوا عليها، ولكن لبسوها مزيان مزيان بديك زويته. غردها تفور الفوره الاولى. الفوره الاولى غندير ليها ما بين 25 دقيقه حتى لنص ساعه. من الاحسن نديروا لها نص ساعه باش كتفور وكتطلع معها الفوره. وإلا عندكم الكسكاس الصغيره البنات، لا ديروا غير نص كيلو وعاودوا نص كيلو، حيت فاش كتجمع لينا السفه في الكسكاس كتعجن. هذا سبب من الاسباب. صافي هنا رديتها تفور وغادي ندوز دابا باش نصاوبوا واحد اللحيمه نديروها مع السفه. كتجي غزاله. هنا في الكوكوط ولا في الطنجره غندير شويه ديال الزيت العاديه، شويه الزبده. هنا الزبده عندي مذوبه، كانت شاط لي من درت الملاوي وشاط ليا ودرتها. كندير واحد معلقه ديال الزبده، وغادي نزيدو اللحم مقطع رقيق. بغيتو ديروا الدجاج ديروه، اللي بغيتو الدجاج راه غتلقاو عندي لاغوسيط ديال الدجاج في القناه. غندير شي شويه ديال الزعفران شعره، وغادي ندير شي شويه ديال المسكه الحره، باش بحال قلتي ديك زويته سخونه مع ديك المسكه الحره وداك الزعفران شعره كيطلقوا واحد اش غادي نقول لكم، واحد الريحه كتسطي. صافي وغادي نزيدو داك اللحم ديالنا اللي مقطعين رقيق. درت البقري، بغيتو ديروه غنمي ديروه نتوما شنو بغيتو كما قلت لكم. غادي ندي داك اللحيمه ونجيبها مزيان مع داك الزعفران شعره ومع ديك المسكه الحره. ما عندكمش البنات مسكه حره استغناو عليها، ولا ما عندكمش الزعفران ديروا الضامه الزعفران الا بغيتو، وكاين اللي ضد الضامه، ولكن انا كنقول لكم زعما وانتم ديروا اللي بغيتو واللي رشقات لكم عليه. غندي داك اللحيمه شويه ونجيبها وانا مجهده العافيه، بحال كنشحرها في وسط داك النكهات باش كتاخذ ديك النكهه. وهنايا دابا غنبقى نضيف في العطريه. بالنسبه للحم ديروا ما بين كيلو الا ربع، نص كيلو، حتى الكيلو كاع. كنديروا شي شويه د الخرقوم بلدي، كنديروا البزار، وكنديروا شويه سكينجبير، وكنديروا القرفه. العطريه بحال اللي كنديروا اللحم معسل، غير هو فهمتي كيجينا بحال اللحم ديال البرقوق. هذه هي العطريه ديالو. قرفه بغيتو ديروا عويد ديال القرفه، انا تقادوا لي العواد القرفه، درت قريفه هكا بوحدها ومليحه من طبيعه الحال. نخلط كلشي حتى كتلبسنا ديك اللحيمه مزيان بداك العطريه وتدخل لها داك المليحه. عرفتو انا كنحمق على هاد الريحه هادي ديال هاد العطريه مخلطه، ريحه مغربيه. من بعد غادي ناخذ البصله، قياس واحد 6 د البصلات، الا كانوا كبار ديروا 4، وغادي نقطعهم هكا هلالات، وغادي نزيدهم على ديك اللحيمه، وعاوتاني نبدا نخلط، نشحر 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 مزيان حتى كتبان لي ديك البصيله بدات كتهبط. غنزيد واحد شويه ديال السمن، الا عندكم السمن الحايل ديروا غير شي شويه، وممكن حتى هو تستغناو عليه. انا كيعجبني السمن، كيعطي مذاق زوين، غير ما يكونش زايد فوق القياس في الوصفه. صافي هنا كتشوفوا بصيله هبطات. غادي نزيد واحد الربيطه ديال الربيع القزبر ومعدنوس، وغادي نزيد واحد شويه
ديال الماء، ماشي بزاف، لحقاش البصله كتطلق الماء وحتى اللحم كيطلق الماء، غير القياس فاش غادي يطيب. غنحرك كلشي ونسد عليه الكوكوط، نص ساعه كيكون مقاد موجود. نرجعوا اختي للشعريه نشوفوا فين وصلات. وكما العاده كتفور لينا الشعريه الفوره الاولى، كناخذ قياس 1 لتر حتى 2 لتر ديال الماء مغلي، وكنخويه في الشعريه وهي فوق الكسكاس. داك الماء كيهبط في البلاصه بحال هنا. هاد الطريقه هذه كطيبها دغيا، وزيدكم كتحيد لها حتى داك النشا بزاف باش ما بقاش تلصق لينا. صافي هنا كنحاول نوصل الماء للشعريه كامله، غير فاش كنسالي داك الماء كامل تنخويه اش كندير في البلاصه، كنميل الكسكاس باش داك الماء كيهبط كله. صافي هنا كنرجعوا للقصعه ديالنا وكنديروا ديك الشعريه كنردوها بحال هكا. هنايا غادي ناخذ قياس 3 حتى 4 ديال الكيسان ديال العنبه ديال الماء يكون بارد. بعدا حتى كنحلو شويه الشعريه، انا ديما كنستعمل الفراشط باش ما كتهرسليش الحبه ديال الشعريه، كتبقى زوينه وطويله. كنحلها بحال هكا. صافي كما قلت لكم ما بين 3 حتى 4 ديال الكيسان ديال العنبه. كنشربوا ديك الشعريه مزيان 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 بداك الماء، وكنحلوها وكنخليوها واحد ما بين 15 حتى 20 دقيقه باش كتشرب داك الماء. كتجيو كتلقاوها راه بحال طابت، الحجم ديالها بعدا كيتضاعف ديال ليها، وكتلقاوها بحال طابت شربات داك الماء وفي نفس الوقت تتبرد. هنا البنات غادي يبان لكم الماء بحال من التحت مازال، ولكن ديك الشعريه راه غتشرب داك الماء كامل. غير حركوا مزيان وخليوها كما قلت لكم. قدرتي تخليها حتى نص ساعه ما كاينش المشكل. كتزيد كتشرب داك الماء وكتفرز لينا. هانتوما رجعت للشعريه لقيتها نشفات شربت داك الماء وكلها مفرزه. دابا اش غنزيد واحد شويه ديال الزيت، غير شويه، قيس واحد المعلقه كبيره. صافي ونعاود نلبس ليها ديك زويته وردها تفور الفوره الثانيه 15 دقيقه ما تفوتوهاش. وكما قلت لكم عندكم الكسكاس صغير ديري نص الكميه تفور، عاودي حيديها وردي النص الاخر يفور. حقاش السفه على السفه ولا سباس صغير الكسكاس سبب فاش كتعجل لينا السفه. اللهم بشويه بشويه علينا حتى كتقاد، ولا نديروها كلها وداك لتحت كله كتلقايه معجن حالته. انا هنا عندي الكسكاس كبير. الوقيته دابا ديال الكرموس موجود تبارك الله. غناخذ واحد المقله غندير فيها شويه ديال السكر، وغادي ندير نستف داك الكرموس كامل من فوق السكر. قسمته على 2، الا كان كبير قسموه على 4. راه عندي الطريقه ديال التعسال ديال الكرموس اللي كيبقى مده طويله، كيبقى لكم عامين ما كيطرى له والو، كاينه في القناه. هذا لا غير درتو في البلاصه باش ناكلوه وصافي. ما حدو دابا وقيتو هذه طري. وكنعصر واحد نص حامضه، وكتزيدوا اما معلقه ديال الزبده ولا الزيت. انا كنفضل الزبده. بغيتو تزيدوا شي شويه د الزهر اللي بغيتو نتوما باش تنسموه. انا كنفضل هنا الزهر ولا مسكه حره احسن من الفاني باش كيبقى لنا داك اللوغو، داك المذاق بلدي زوين مغربي. كنديروا واحد 3 دقائق على هاد الجهه و3 دقائق على هاد الجهه فقط. فاش يبدا يذوب السكر ديري 3 دقائق على كل جهه وطفي عليه باش ما يتحرقلكش وتيبقى حتى شكله زوين. دابا كنحط لكم فيديو كيفاش كنخدم انا ديك 4 ساعه فاش السفه كتفور. كنرجع انا صوبت عسلت داك الكرموس. هنايا السفه كما شفتوا 4 ساعه. هنا راه هاد السفه البنات غير 2 فورات كطيب. علاش انا درت لها غير 4 ساعه؟ حيت مازال فاش نبغيو نتغداو ولا نحطو فاش يجيو الضيوف كنخلي واحد 10 دقائق ولا 4 ساعه اخرى كنفورها عاوتاني. هذيك هي الثالثه. ولكن الا بغيتو نتيا كطيبي وغتحطي لوليداتك في البلاصه، عندك الفوره الاولى الفوره الثانيه راه كطيب كتجي زوينه، والفوره الثانيه دير لها واحد 20 دقيقه الا كنتي غدير 2 فورات. المهم هنايا عاوتاني كندير لها كاس ديال العنبه ديال الماء فقط في الفوره الثانيه، كاس ديال الماء ديال العنبه. وعاوتاني كندير لها ديك الكويس ديال الماء ومليحه، وكنخليها حتى كنوقف عليها باش نعاود نفورها باش نحطو ناكلو. صافي ديك الفوره الاخرى كتخليها من الكسكاس نيت باش كتحطيها سخونه وكتجي زوينه. صافي كنحلها ديما بالفراشط، وكندير كما قلت لكم داك الكويس ديال الماء ومليحه باش تفور ليا الفوره الثانيه في الملحه وكتجينا بنينه. ديما البنات ديما الحاجه ديال المعجنات ديما نديروا لها مليحه باش كتجينا بنينه، واخا كتكون فيها السكر. وانا هذه راه غادي تشوفوا ما غندير لها لا سكر لا والو، غتجينا على طيبه الملوحه. من غير اللي بغى يزيد لها سكر يزيدو. طفيت على الكوكوط. هاكي كتلقاو المريقه ديالكم لقيتو فيها الماء
زيت شويه كتشعلي عليها وكتنشفيها من داك الماء. بغيتي ديك المريقه انتي خلي ديك المريقه باش تزيدي تسقي بها. الا بغيتي تسقي بها تحطيها في الجنب. كنحيدو داك الربيط هاد القزبر ومعدنوس وكنحاول نعصرو مزيان من ديك المريقه حيت هو كيكون فيه واحد المذاق واعر بزاف بزاف. صافي هنا غنزيد واحد المعلقه ديال العسل حتى 2 معالق د العسل ولا سكر. بغيتي تخليها حلوه مالحه خليها مالحه. غير هي ديك المعلقه ديال العسل راه ماشي كتحليها غير كتعطيها واحد المذاق زوين بزاف عاوتاني. ولكن اللي الاختيار. ديك المريقه تجي فنه البنات. ديك المريقه ديروها حتى نتوما في الطياب ديالكم اليومي كلوا مع خبيزه زيدوا معها الزيتون بلا عظم الخضر كتجي من داكشي رفيع كتجي فنه. ونخليوها كما قلت لكم. بغيتو تزيدوا تنشفوا زيدوا بغيتو تخليوها هكا خليوها. دابا الفوره الاخرى وكما كنصحكم البنات درتو كيلو فرقوه على 2 الا الكسكاس صغير. الكسكاس كبير ما كاينش المشكل. هادو غير نصائح باش ما تعجل لكمش السفه. صافي كنديرها بحال اللي قلتو. هاد التفويره الاخرى غير كنسخنها 5 حتى 10 دقائق ماكسيموم. غير كنشوفها كتسخن وصافي. شوفوا ما شاء الله كيفاش دايره السفه مفروقه تتحمق. 10 دقائق وغادي ندوزو باش نحطو نديرو اللمسات الاخيره. ها نتوما البنات شوفوا لي هذا الخير ما شاء الله. شوفوا كيفاش السفه محلوله تبارك الله. غير تبعوا داكشي قلت لكم غتجيكم رائعه. حتى انا فين ما نشوف السفه ولا نشوف شي واحد يطلع لي شي فيديو ديال السفه ولا كنتشهاها عزيزه عليا السفه. اللي بحالي لتحت خليو لي كومونتيرات. المهم هنا من بعد ما كنسالي كنزيد عليها الزبده تكون دايبه. ممكن نزيدوا عليها شي شويه ديال مع هاد الحليب. ممكن انا اكتفيت البنات غير بالزبده. صافي درت زبيده تكون من نوعيه جيده. غندخلوا ديك الزبده مزيان. هي كتبغي زبيده تجي زوينه ودقوها الا خاصها الملحه. شوفوا دقوا قبل ما ديروا الزبده. الا خاصها الملحه ديروا الزبده في الملحه باش تذوب. الملحه في الزبده ماشي الزبده في الملحه. باش تذوب. صافي هنايا دخل ديك الزبده مزيان وغنديرها في الطبق ديال التقديم. كندير بحال قلت نخلي واحد الحفيره لداخل وكنحاول نخلي شي شويه ديال السفه من التحت وكندير عليها داك اللحيمه. غتشوفوا اللحيمه كيفاش معسله شهوه منها. حاجه وحده اللي غادي نقول لكم بغيتوا تقدموا هاد السفه هكا وديروا واحد البلا الوسط وديروا فيه الحيمه باش ما تخلط لكمش. ديروها نتوما وشنو بغيتوا. شوفوا لي ما شاء الله كيفاش جات هاد الحيمه واحد المذاق رائع رائع. صافي غنحط ديك اللحيمه بحال هكاك فوق ديك السفه كما هنايا كتشوفوا في الفيديو. صافي كما قلت لكم درنا ديك اللحيمه بالمريقه ديالها. ولا بغيتو تحطوها في شي بلا الوسط ديروها في شي بول ولا شي هكا زلافه بلديه اللي بغيتو. دابا غندوزو الكرموس. قبل ما كنبغي نحط كنسخنو غير شي شويه ورا كيسخن دغيا دغيا. صافي وكنبداو تزيين. وهنا التزيين كيرجع لكم كل واحد الابداعات ديالو كل واحد الذوق ديالو. ديروا اللي بغيتو. المهم هي المذاق تيجي هاد الكرموس مع ديك اللحيمه مع السفه كيجي غزال. كما انكم تقدروا ديروها بكسكسو. الا بغيتو تكسكسو تفوروه الرقيق تيجي غزال 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 مع هاد التخليطه هادي. ودرت شويه ديال البيض السمان. ممكن تشدوا البيض العادي وتقسموه ربوعه كيجي زوين. تا هو داك الصفر والبيض فاش كيبان كيجي زوين. حاجه وحده كاين اللي غادي يسولني يقول لي انا علاش ما درتيش طروفه ديال اللحم هكا كبارين. هنا غير باش كيجيو ساهلين في الماكله. صافي كيجيو دوك الطريفات هكا كيتخلطوا كيجيو زوينين. وممكن ديروها سفه مدفونه ديروا من الداخل اللحم عاد عاوتاني ديروها من الفوق وتغطيوها. انا كتعجبني هكا تبان صراحه كتجي رائعه. هذه هي الشهوه ديال اليوم. نتمنىكم تجربوها وتعجبكم وتبارطاجيو لا فيديو مع حبابكم وصحابكم. اهم حاجه شنو هي تجربوا الوصفه وتعجبكم ان شاء الله وتعجب وليداتكم والناس لمن غادي ديروها. وما تنساوش لي كومونتير زوينين ولي بارطاج ولي لايك الا عجبكم الفيديو. ونسيت هنا درت شويه ديال اوراق الذهب شويه ديال الزازه اختي. ما تنساوش كما قلت لكم لي كومونتير ولي لايك. وخليت لكم راحه الله فيديو قادم ان شاء الله. دابا بقى لينا نمشيو نحطو. ومن طبيعه الحال انا حطيت معها شي شويه ديال اللوز في مهرمش وحطيت سكر حيت ما درتش لداخل السكر نهائيا. راكم شفتوا كتجي على طيبه الملوحه كتجي زوينه بزاف. تهلاو في راسكم. فيديو قادم ان شاء الله. بسلامه عليكم.